رمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير، والله يجعلها سنة خير وبركة علينا وعليكم وعلى الجميع. هاي الوصفة هي وصفة رمضانية بامتياز، هي المشبك السوري بس على طريقتي. رح تعتمدوا هاي الوصفة وتحبوها. أول شي بدنا كاسة كبيرة سميد خشن، ونص كاسة سميد فرخة ناعم، وبدنا نص كاسة طحين، وبدنا معلقة خميرة، وبدنا معلقة سكر ورشة ملح صغير كتير كتير كتير. بنخلط المكونات، نحط لهم معلقة حليب بودرة ومعلقة زيت نباتي وبنخلطهم مع بعض حتى يتجانسوا. بعدين بنضيف كاسة ونص مي دافية، يعني فيكم تحطوا شوي، تكون شوي دافية زيادة، يعني أسخن من الدافية، وبتخلطوهم وبعدين بتتركون يختمروا لمدة تقريبا ربع ساعة لحتى تفتح حبة السميد. بعدين بنحضر القطر، بنحط كاسة مي ونفس الكاسة بنحط فيها كاستين سكر وعصرة ليمون أو رشة ملح ليمون. وبعدين بنجيب كيس الحلواني بعد ما تخمرت العجينة تقريبا ربع ساعة، ما تكتروا عليها تخمير، فقط ربع ساعة بكفي. بعدين بيصير هذا قوامها بعد ما تتماسكت. بنحطها بكيس الحلواني وبنجيب الزيت يكون حامي بنشكلها. هي الطريقة بنقليها. طبعا أول شي بنعلي الحرارة، بيكون الزيت حامي كتير، وبعدين بنوطي عليها مشان ما يحترق المشبك وقلبه بعدين ما بيستوي. وبعدين بنقلبها باستمرار لحتى تاخد اللون البني. ومباشرة بعد ما قليناهن بنسقطهم بالقطر. القطر طبعا سخن، يعني ما انه دافي، بس انه يعني لا بارد ولا كتير ساخن، يعني فاتر. بنحط المشبك فيه وبنقلبه. بعدين بنقدمه، بنرش عليه قرفة وجوز هند، وما تتخيلوا الطعمة والقرشة والطراوة. بتمنى انه تدعولي وتشتركوا بقناتي باليوتيوب وتعملوا لي متابعة على التيك توك، وشكرا لكم.